ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة الوايت صوص بكل التكات اللي ممكن تطلعها ناجحة وتخليها أحلى من بتاعة المطاعم. ركزوا معايا لآخر الفيديو هتعرفوا تكات بسيطة جدا. يلا بينا. أول حاجة هنجيب مية ونسيبها تغلي شوية على النار، وبعدين نستخدم المكرونة الأقلام بتاعتنا ونحط عليها كده شوية ملح، وننزل بعديهم على طول بنقطة زيت كده، ونسيبهم مع بعض يستووا واحدة واحدة لغاية لما المكرونة تتسلق خالص. لو أول مرة تشوفوني أنا سعيد، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. نقلب المكرونة كده مع بعضيها ونسيبها تستوي على مهلها خالص لغاية لما المكرونة تتسلق. كل الناس بتعرف ازاي تسلق المكرونة، الموضوع بسيط جدا مفهوش أي حاجة خالص. وبعد المكرونة بتاعتنا ما اتسلقت في الاخر كده، عايز بس اخد منها زي نص كوباية كده او كوباية الا ربع يعني من مية السلق دي. اخد كده شوية مية كده احطهم، هينفعونا جدا. المية دي بيكون فيها نشا كده فبتقل الصوص معانا. تكات بقى بسيطة هتفرق كتير جدا في طعم الصوص وفي القوام بتاعه. يلا بينا بقى نحضر الصوص بتاعنا. هنحتاج 3 معالق كده من الزبدة وعليهم 3 معالق من الدقيق، يبقى معانا 3 معالق زبدة وعليهم 3 معالق من الدقيق. نبتدي كده نحطهم على بعض بعد الزبدة كده ما تسيح، ونبتدي نقلبهم بالراحة خالص. وبعدين هننزل عليهم واحدة واحدة. الناس اللي بتخاف الصوص ده يفشل منها، ننزل عليهم واحدة واحدة باللبن بتاعنا لغاية لما نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. نقلبهم الأول كويس مع بعض كده، بعد كده ننزل عليهم باللبن زي ما انتم شايفين. ننزل باللبن ونقلب شوية بالراحة، وبعدين نكمل اللبن بتاعنا لغاية لما نوصل للقوام الكريمي اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبعدين هنا بقى نزلت بالمية بتاعتي وحطيت فص توم وحطيت مرق الدجاج، وهبتدي بقى احط البهارات بتاعتي. احط شوية فلفل، طبعا احنا اصلا كنا حاطين ملح. تمام. حط تاني هنا بقى على الصوص شوية ملح بصات، وبعدين هنزل بشوية بابريكا تديها اللون كده الأحمر سنة الخفيف ده. تمام. نقلبهم كلهم مع بعض كده. بصوا هو ده القوام اللي احنا عايزينه. هنزود بقى تكة بسيطة أوي 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 هتفرق معانا وهتديها فليفر فظيع. معلقة من كريمة الطهي نحطها عليها كده، وهتوديها في حتة تانية خالص. ونقلبها كويس أوي 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 لغاية لما كل اللي احنا عاملينه ده يبقى مزيج واحد مع بعض. ونبقى احنا كده حضرنا أحلى وايت صوص ممكن تاكلوه، أحلى من بتاع المطاعم بكتير. بجد كان طعمها تحفة جدا جدا جدا. متنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان هنزلكوا الفترة اللي جاية حاجات كتير حلوة أوي أوي أوي. هنا بقى الصوص بتاعنا جاهز، هننزل عليه بالمكرونة بتاعتنا. طبعا بقى هنقلبهم كده مع بعض. بصوا بقى المكرونة هنا بقى دخلت في الصوص. يا جماله يا جماله، بجد روعة. شكلها حلو قوي، وكمان كان طعمها تحفة تحفة. نقدر بقى نضيف عليها مثلا جبنة بارميزان، نقدر نضيف عليها جبنة مبشورة من أي حاجة تركي، أي حاجة احنا عايزينها. بصوا شكلها عامل ازاي، أنا كنت قاصد أقربها لكم كده. بجد كانت فظيعة. بالهنا والشفا، استنوا كل فيديو جديد. باي باي.